السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصف اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نشارك معكم خمار أو خبز المقلى معمر، وصفة زمانية نضرو حتى كنعيا وكنرجعوا ليها. فغادي نحضرها معكم بعجينة اللي كتجي خفيفة، كتجي طرية وكتجي هكا مهوية، وحشوة اللي سهلة وبنينة بزاف ودغيا كتوجد، سواء هكا تحضروهم المائدة ديال كوتي ديال العشية أو العشاء مع حريرة أو شوربة. أكيد غادي ينالوا الإعجاب ديالكم وأكيد كتعجبكم، فما نطولش عليكم وخليكم إن شاء الله مع الفيديو الأخير تكتشفوا معنا المقادير وكذلك كيفية التحضير. فعلى بركة الله نبدا معكم بالعجين. اولا غادي ناخذ هنايا غربال وغادي نغربل فيه جوج زلايف هنا ما عامرينش ديال الدقيق، وبطبيعه الحال على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا. بنفس الزلافه غادي نعبر هكا كذلك زلافه ما عمراش ديال الفينو، يعني الدقيق الابيض كيكون ضعف الكميه ديال الفينو اولا دقيق القمح. كنخلطهم ومن بعد غادي ناخذ هنايا واحد الملعقه كبيره ديال الخميره، غادي نزيد ليها شويه ديال السكر اللي كيبقى اختياري، كب عليها الماء باش كتذوب ليا الخميره، اولا ممكن ديروها كتفاعل مسبقا. غادي نزيد الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وكنضيف ليها جوج معالق ديال الزيت بركه. بالنسبه لكل زلافه ديال الدقيق ديروا غير جوج معالق ديال الزيت، عفوا كل زلافه كديروا لها عفوا معلقه ديال الزيت كافيين، كتعطي واحد الخفه اللي هي زوينه للعجين. صافي هنايا كنقلب بالماء اللي هو دافي، الماء عادي يعني دافي هكا شويه. كنبقى كنعجن العجينه عجينه من الاول. حاولوا انكم ما تلموهاش عجينه اللي تكون قاصحه، تكون يعني طريه شويه باش ما تعذبكمش حتى من بعد في الخدمه. بالنسبه للعجينه ديال المخمار اولا ديال البطبوط، راه من الافضل هكا تسدك واحد شويه، يعني ماشي شي وقت اللي هو طويل. كيف غتشوفوا معايا انا غادي نعجنها غير بيد وحده، ولكن غادي نعطيها شي شويه الخاطر وندلك هكا واحد شويه، نديوها نجيبها غير جوج دقائق كافيه جدا. راه ما تحتاج معكم لا وقت ولا مجهود اللي هو كثير، لان فيها الفينو. فحاولوا غير واحد شويه هكا كيف ما كتشوفوا معايا تعطيوها غير شويه ديال الخاطر، وغادي تعجنوها تتحصلوا على عجينه بهذا الشكل هذا. نتوما كيف كتشوفوا معايا كتكون طريه واحد شويه ماشي بزاف. كدهنوا الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، غطيوها بلاستيكه ولا بمنديل وخليوها هكايا كترتاح. فهاد الاثناء هذه ان شاء الله ندوزو باش نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه، الحشوه اللي كتمشي معاها بزاف بزاف كتكون فيها البصله والفلفله. انا عندي هنايا جوج ديال البصلات متوسطين مع ثلاثه ديال الفلفلات هنا مخلطين ما بين الفلفله الحمراء والخضراء. زدت لهم شويه ديال زيت نباتيه وزدت لهم شويه ديال الملحه. صافي وكنبقى كنشحر في هاد الفلفله والبصله حتى كينزلوا بهذا الشكل هذا. من بعد كنضيفوا له هنايا كميه ديال الكفته اولا اللحم المفروم، داكشي اللي توفر عندكم. يعني ممكن ديروا كميه متساويه ما بين اللحم والخضر، اولا تغلبوا حاجه على حاجه. كممكن انكم ديروا غير الخضره وتزيدوا معها شويه ديال الشحمه كيف ما كانوا كيديروا زمان. صافي كتخلطوها مزيان حتى كتفتت هذيك الكفته، ضروري تفتت مزيان وطيب. زدت ليها انا شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون، وبطبيعه الحال بغيتو ديروا السودانيه ديروها، انا ما كنديرهاش بزاف على حساب الوليدات. صافي كنبقى كنشحر فيها حتى كتنشف ليا من الماء تماما. صافي انا غادي نشحرها ونخليها كتبرد ونرجع للعجين ديالي. كيف كتلاحظوا معايا العجين هنا راه اختمر واحد شويه. هنا بالنسبه للعجين راه ماشي ضروري يختمر ويضاعف الحجم ديالو. الا كان عندكم الحشوه واجده فالعجين ديالكم واخا غير يرتاح هكا واحد شويه وتطلق وتخدموا بها مباشره، لان هاد المخمرات هادو كيف كتعرفوا راه ما كيخمروا ما حتى شي حاجه، كنعجنوا وكنطيبوا مباشره. والخميره اللي كنديروا في العجين غير باش كتساعد العجينه ديالنا تجينا خفيفه وكتجينا مهويه واسفنجيه. الا درناها بدون خميره فصراحه كتجي ملوكه وكتجي قاصحه هكا في العضه ديالها. فكنحاول انني هنا الكرات ديالي من بعد ما قسمتهم كيف شفتوا معايا انا غادي نديرهم حجم عائلي. قسمت العجينه ديالي على 3 ديال الكرات، كنحاول ندوز لهم الوجه ديالهم بشويه ديال الفينو مع شويه ديال الدقيق، كنحاول ما نكثرش بزاف. صافي ومباشره كناخذ الحشوه ديالي اللي كتكون بارده، كنقسمها على 3 يعني على حسب عدد القطع ديال العجين او الكرات ديال العجين اللي عندي. وكنبسط غير واحد شويه انتم كيف كتشوفوا. كناخذ الكميه ديال الحشوه وكنوضعها في الوسط، وكنجمع ليها الجوانب بشكل عادي جدا. انتم كيف كتشوفوا كنحاول ديما الجوانب ما نجمعش منهم بزاف باش تجيني العجينه قد الفوق قد التحت، ما تجينيش عجينه هكا مركزه ومجموعه بزاف. فغادي ناخذ كذلك الكرات اللي تبقاو ليا. كيف كتشوفوا راه طريقه ولا اسهل، اي واحد غادي يقدر يصاوبهم ان شاء الله وينجحوا معاه. والناس اللي كتغلبهم هكا عجينه او الفطائر اللي بالحجم كبير فيعني ديروهم بحجم متوسط باش تقدروا انكم تحكموا فيهم. غادي نستمر انا بهذا الشكل هذا نجمع البيبيطات ديالي او المخمرات ديالي. حنا كنقولوا ليه خبز ديال المقله معمر، وكل واحد شنو كيسمي في المدينه ديالو حتى تقولوا لنا نتوما في التعاليق شنو كتسميوه. غادي نجمعهم كاملين وغادي نبدا كنطيب مباشره، ما تخليوهمش يختمروا باش يعني ما تجيكمش هكا العجينه غليظه وما يجيكمش بيبيطات اللي هما غلاضين بزاف. راه في هذه الاثناء هذه انا عندي المقله ديالي كتسخن وغادي نبدا كنطيب ان شاء الله مباشره. صافي هادو غادي نحيدهم دابا جانبا، وغادي ناخذ يعني الكره او الخبيزه اللي عمرنا اولا، ونبدا كنقرص فيها. هنايا كيف كتلاحظوا معايا انا راه ما كنديرش كميه ديال الفينو اللي هي كثيره او دقيق، بالعكس غير شي حاجه اللي كتعاوني باش العجينه ما تبقاش كتلصق ليا هكا في ايدي اولا في سطح العمل،
وكنحاول نقرصها. ترقوها بطبيعه الحال، هي كل ما كانت رقيقه كتكون احسن، اولا على حساب المقله اللي عندكم. من بعد كتاخذوها وكديروها في مقله اللي كترشوها واحد شويه ديال الزيت. هاد الرشيشه ديال الزيت كتعطيه واحد اللوين صراحه اللي هو زوين، وحتى داك الخبز صراحه كتجي فيه واحد التقرميشه اللي هي زوينه. الا تكال هكا سخون مباشره كتجي فيه واحد التقرميشه اللي هي ولا اروع. كتخليو العجينه ديالكم غير كتماسك هكا واحد شويه في التحت، وكتقلبوها مباشره، ما كتخليوش حتى كتحمر من جهه عاد كتقلبوها الجهه الاخرى، لان الجهه الفوقانيه كتكون كتوصل لها عفوا السخونيه وكتخمر وغادي تجيكم مبطبطه وغليظه. فغير تماسك هكا وتقبط راسها من الجهه التحتانيه، كتقلبوها مباشره للجهه الفوقانيه، وكتبقاو كتقلبوها على كلتا الجهتين وانتم كدوروا هكا باش كتجيكم فيها يعني طياب موحد وتحميره موحده من الجهات كاملين. هنايا كيف غتلاحظوا معايا فالعجين كيبقى هكا، تشوفوا معايا كيفاش كيجي خفيف وكيجي هكايا مهوي، والحشوه كتقرص وكتجي موزعه في الخبز ديالنا كامل. صراحه كيجي بنين، واحد الريحه ديال الطياب ديالو غير جربوها، لاني صراحه شحال هذه ما درتها، فقلت علاش اللي ما نديرهاش اليوم ونشاركها معكم. فغادي نستمر بهذا الشكل هذا. نتوما كيف كتشوفوا كنرش المقلب واحد شويه، كندرشها كذلك واحد شويه من الوجه ديالها العجينه، لان كيف قلت لكم الزيت هو اللي كيساعد باش كيعطينا ديك التحميره زوينه في البطبوط. غير كتقبط راسها وكنقلبها. حاولوا انكم ما تخليوهاش تحمر، لان العجينه الفوقانيه راه كتبقى كتخمر وتجيكم مغليظه. غادي نستمر كيف قلت لكم نكمل نطيبهم كاملين ونرجع معكم باش تشوفوهم ان شاء الله معايا في التقديم وكذلك في الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز المقلى اولا المخمار اولا البطبوط معمر اللي حضرت معكم اليوم. شفتوا معايا طريقه التحضير ديالو راه سهله بزاف، ما كتاخذش الوقت نهائيا، وكيجي شوفوا معايا كيجي صراحه خفيف، كيجي هكا مهوي، كيجي طري، وكتجي فيه حتى واحد القرمشه اللي هي زوينه هكا من الخارج. كتناولوا بطبيعه الحال من الافضل هكا يسخن، يعني ما طيبوه حتى يكون عندكم هكا واجد البريد ديال اتاي، او الا كنتو غادي ديروه هكا مع شي حاجه، فمن الافضل هكا يتكال سخون ولا بارد. كيجي هكايا زوين خفيف وبنين بزاف بزاف. ان شاء الله حتى نتوما الوصفه ديال اليوم تجربوها وتعجبكم. الى عجبتكم فما تنساونيش فقط من اللايكات ديالكم للتشجيع. شاركونا كذلك الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم في التعاليق. الى عجبكم الفيديو كذلك شاركوه مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. هنا نشكركم دائما لحسن المتابعه. الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.